السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان وأهلا بكم في فيديو جديد. في الساعات القليلة الماضية تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر موفد وفاة الفنان العراقي قاسم علي ملاك الدراجي، الملقب والمعروف باسم قاسم الملاك، وذلك نتيجة تعرضه إلى ذبحة صدرية وهبوط حاد في الضغط والدورة الدموية. أما عن حقيقة الخبر المتداول مزيف، وما يزال الفنان العراقي القدير قاسم الملاك حيا يرزق. وبالتواصل مع نقيب الفنانين العراقيين جبار جودة للاستفسار بشأن خبر وفاة الملاك، وجاء الرد النقابة بعد سؤاله عن حقيقة الادعاء المتداول، قائلا طبعا كذب جملة وتفصيلا. والفنان قاسم الملاك هو ممثل كوميدي عراقي من مواليد 21 تشرين الثاني 1964، وشارك في عدد أفلام سينمائية منها يلم الرأس، المسألة الكبرى، عمارة 13، والملك غازي. ومن المسرحيات التي شارك فيها مسرحية الدبخنة ومسرحية كان يا مكان، كما لعب أدوار في العديد من المسلسلات التلفزيونية كأداء لشخصية رجب في مسلسل الذئب وعيون المدينة. كما تقلد منصب مدير الدراما في قناة البغدادية، ومدير كل من الفرقة القومية للتمثيل والفرقة القومية للفنون الشعبية. وأخيرا، وأتمنى من الجميع عدم تداول أي أخبار مغلوطة إلا بعد التأكد منها من المصادر الصحيحة والإخبارية الموثوق بها، حتى لا تقع تحت طائلة القانون. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.